شوفوا اكلتنا بقى وجمالها النهارده. طاجن تحفه. عايزين تعرفوا الاكله بتاعتنا ايه والطريقه خطوه بخطوه؟ تابعوا معايا الفيديو كده وشوفوا الطريقه، هتعجبكم جدا عشان تعملوا زيها ان شاء الله. وبالهنا والشفا. يلا بينا كده نشوف الفيديو ونتابع مع بعض الطريقه. السلام عليكم. انا النهارده بعمل طاجن تورلي. انا كده مقطعه البصل بالشكل ده كده وحطيته في الحله ياخد تشويحه. تمام. انا كده مقطعه البصل بالشكل ده كده وحطاه بقى سمنه بلدي ياخد تشويحه زي ما انتم شايفينه كده. بندبله شويه كده. معايا اللحمه دي لحمه شرايح اهي زي ما انتم شايفينها كده بالشكل ده. غسلاها كويس وتمام، وهبتدي احطها دلوقتي مع البصل تتشوح اهي. حطيتها كده تاخد تشويحه مع البصل. شايفين بقى بدأت تتشوح اهي مع البصل. حطيت لها زي ما انتم شايفين كده معلقه فلفل اسمر وهفضل اقلبها برضو اهي. طاجن التورلي بحب اشوح اللحمه بتاعته كده عشان اضمن ان هي مستويه كويس قبل ما احطها في الفرن بقى وكده. احلى حاجه يا جماعه في الحله دي ان هي الايد بتاعتها تقدر تدخل الفرن. مش لازم يعني ان انا احطها في طاجن وكده. انا عندي طاجن بس انا حبيت استسهل بقى واحط في الحله. بصوا بقى شايفين الميه دي اللي على جنب دي؟ انا هسيبها لغايه لما تنشف خالص. لازم افضل اقلبها كده واسيبها واغطيها الحله شويه واسيبها ايه لحد ما الميه دي تنشف خالص. تمام. بصوا انا غطيتها اهو، سيبها كده شويه. طبعا هنا بقى انا مقطعه هنا الخضار كوسه وبطاطس وجزر، وهنا بزله اهم كلهم اهو على بعض. احطهم كده على بعض. تمام. طبعا الكميات كلها قد بعض. ومقطعه كده بصل بالشكل ده صغير كده، 3 بصلات كده صغيرين. هما باينين كبار في الكاميرا عشان مكبره الصوره، بس هما 3 صغيرين. وكل دول طبعا هحطهم على في الطاجن يعني التورلي وكده مع اللحمه، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. شايفين طبعا الالوان، كل لون من ده ليه فايده. هوريكم بقى لما احطه في الحله يبقى شكله عامل ازاي. زي ما قلت لكم كده نشفت اهي، سبتها لغايه لما نشفت خالص من الميه اللي كانت فيها اهي. وبدات بقى ايه احط لها الطماطم. زي ما قلت لكم اهو حطيت الطماطم، صلصه الطماطم. هسيبها بقى لما تتسبك شويه كده مش كتير. هحط لها كمان برضو معلقه فلفل اسمر اهي، معلقه فلفل اسمر نقلبها معاها برضو، بحب الفلفل الاسمر فيها. وطبعا هحط لها الملح بتاعها، الملح حسب ما انتوا عايزين بقى. كده خلاص انا نزلتها هنا على النار، وهبتدي بقى احط فيها الخضار اهو زي ما قلت لكم اهو. اهو كل الخضار اهو، الخضار كله حطيته. هقلبه كده تقليبه. بس انا بصراحه بفكر احطها في الطاجن زي ما بعملها كل مره. مش عارفه، حاسه ان انا مش عاجبني موضوع الحله. الطاجن هيبقى شكلها احلى في التقديم. خليكم معايا كده لما اجيب الطاجن. بصوا انا جبت الطاجن اهو، بس انا مش عارفه هو هيكفي الكميه دي ولا لا. هنشوفه مع بعض كده، وقولوا لي ايه رايكم برضو في الكومنتات في موضوع الطاجن ده. يعني الحله هنا احسن ولا الطاجن؟ تمام. هو الطاجن ده عشان هو ايه عامل شبه الصينيه كده، عاجبني يعني اكتر في التقديم، هيبقى شكله حلو. لكن الحله ما كده كده هعوز ان انا اغرف منها، فمش تبقى شكلها حلو في التقديم. هي حلوه كانها تدخل الفرن، يعني هي عشان ما فيش ايد بلاستيك بتدخل الفرن بتبقى تمام 100 100 اهي. وهي شكلها حلو برضو، بس هي ايه مش عامله زي الصينيه. الصينيه بتبقى ايه احسن شويه، مش غويطه كده. الصينيه ما بتبقاش غويطه. بصوا يا جماعه الحمد لله هو جه في الطاجن مظبوط. انا كنت بحسب مش هيكفي الكميه،
بحسبه مش هيكفي الكميه، بس الحمد لله جت تمام كده. انا هدخله الفرن على طول، ولما يخرج من الفرن هوريهولكوا برده. ده كده بقى بيكون الشكل النهائي بتاعه. طبعا شكله باين بقى وواضح جماله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله، وتشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.